ايضا وبدون تحضير بكل صدق، نحن هنا في سوق الاحد ما لقاوش حتى مانع انه يصوروا بشكل علني ويشاركوا في التعريف بشيعة تونس. في احسن انه نحن في سوق الاحد، اعطيني فكره على الشيعة التوانسه في سوق الاحد. عندنا شجرة، تعرفوا المنطقة دي مشهورة، الجريد كامل أو نفزاو كاملة مشهورة بالنخيل. عندنا شجرة اسمها الفطيمي، وعندنا قرية اسمها استفطيمية، ثم إن هذه الفطيمي أو استفطيمية جاية من اسم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ثم أن هذه الشجرة نفسها اشتهرت اسمها عليقية. شجرة الفطيمي اسمها عليق، من هنا جايه كلمه العليق، ذاك النوع بتاع علي. هي علي تصغير او تصحيف لعلي، هي عليقية. عليقية اسمها عليقية. شجرة الفطيمي اسمها عليق، من هنا جايه كلمه العليق، ذاك النوع بتاع علي. هي علي تصغير او تصحيف لعلي، هي عليقية. عليقية الشجرة يعني تغير. علي فهمناها اوجيه ما فهمتهاش. لا اللهجة بشوفها في الكتابة هي يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله. انت جرالك، انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين؟ انت قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول لي الحاجات اللي انت عملتها. هو المذيع اللي عملها لك، ولا انت اللي عملتها للمذيع، ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده؟ ولا عمل ايه ده؟ ايه يا نهار اسود، ايه ده يا جايح ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. هذه مشهورة، الجريد كامل أو نفزاو كاملة مشهورة بالنخيل. عندنا شجرة اسمها وعندنا قرية اسمها نجم ياخذها ويدخلها لبيتها الا راجل اسمه ولد اسمه محمد او علي. عندما يطيح المولود كيف طفل صغير وهو يحبي ويجري، يطيح يعثر يطيح فشل، يقول لامراه ونسائنا الكل مشهور عندها تقول ان احضر محمد وعلي. يعني الجذور الشيعية ضاربة في الأعماق. عندنا في يوم عاشوراء، في ليلة عاشوراء هنا في سوق الأحد في نفزاوة بكلها، عندنا قصيدة نهزوا فيها بالمغلوط عبر تراكمات الأجيال، نقول واللهم صل. في ليلة عاشوراء تخرج الناس هزة شموع وناس هزة عصي كأنها سيوف، وتقول اللهم صل على النبي يا من جابت هذه في عين أن يا من جابت النبي يا من جابت علي وحليمة رباته سعدك يا حليمة ربيت نبينا. هذا نحتفل بها في ليلة عاشوراء، ليلة العشر من المحرم. ابن عمرش وما حدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله. علي النعمة انت بتتكلم صح يا بهدة. نعم احنا مش فاهمين اي حاجه من اللي انت بتقولها دي خالص. ما انت بالذات ما انتش فاهم لانك ما انتش قاعد كويس. انت لو قعدت كويس كلامك هيبقى على مستوى قاعدتك، الكلام هتفهمه.